يا حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر، احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم بلادي، لك حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر، احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. بنحبك يا مصر ونشيل اسم مصر. علمونا ان احنا واحد، كلنا مصريين، احنا لينا رب واحد مهما اختلف الدين. علمونا ان احنا واحد، كلنا مصريين، احنا لينا رب واحد مهما اختلف الدين. هنحب بعض مهما يجرى، واللي عنده فينا فكرة للبلد دي تبقى بكرة. هيقولوا ابن مصر، احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. أنا أبقى جندي من جنودها، وأحمي أرضها، لو عايزة مني عمري كله تحت أمرها. فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم بلادي، لك حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر، إحنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. بسم الله. طبعا في إطار الاستعداد لعام دراسي جديد، قامت إدارة المدرسة بالتعاون مع أولياء الأمور ومجلس الآباء بأعمال صيانة شاملة للمدرسة، وذلك لتهيئة المدرسة لاستقبال أبنائنا الطلاب للعام الدراسي الجديد 2023-2024. تم البدء بأعمال الحدادة، وذلك بتركيب الحديد والسلك على السلالم الخلفية لتأمين المدرسة وتأمين الطلاب، وتم تركيب باب على حجرة المشاهدة لتأمين حجرة المشاهدة. في أعمال الدهانات تم دهان المدرسة بالكامل، الفصول من الداخل، الطرقات، الواجهات، السور من الداخل ومن الخارج. دهانات شاملة الحمد لله أظهرت المدرسة بشكل جميل ولائق بإذن الله. بالنسبة لأعمال السباكة، تم صيانة السباكة، حنفيات المياه، دورات المياه، وتركيب حنفيات جديدة بدل التالفة وعمل صيانة شاملة ليها. كما تم تركيب الإكريليك بدل الإزاز، وكل النوافذ الحمد لله جاهزة وتمام وراكب الإكريليك ليها. كما تم عمل صيانة للكهرباء، وذلك بتركيب لمبات، تظبيط الإضاءة، صيانة شاملة للمراوح وإعادة تركيبها مرة تانية، صيانة مفاتيح الكهرباء. فتم عمل صيانة شاملة للكهرباء في المدرسة. كما تم عمل صيانة لأعمال المقاعد، إصلاح المقاعد والديسكات، تركيب المسامير الجديدة، الخشب الناقص لأي ديسك، والحمد لله الأساس على كامل وفي صورة جميلة لاستقبال الطلاب. كما تم تخطيط وتجميل المدرسة بالكلمات والصور الجميلة، بالسور من الداخل ومن الخارج وفي الطرقات، واستخدام العبارات الجميلة، عبارات وطنية، نصائح تربوية للطلاب في كل أجزاء المدرسة، في الطرقات وفي الفصول وفي الداخل وفي الخارج. كما قام السادة الزملاء العاملين بالمدرسة بتجهيز الوسائل التعليمية في الفصول وتعليقها، والحمد لله المدرسة على تم استعداد لاستقبال الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد، وإن شاء الله يكون سنة جميلة موفقة علينا جميعا.
بنحبك يا مصر، احنا